اما زي ما قال ادوني حته، لو انا عندي حته ارض جنبهم اقول له تعالى يا اخويا هديك حته ارض وهات الجيش بتاعك وحارب ووريني شطارتكم. ما بمنعوش. الحكايه بقى مش كلام بقى الاستهلاك المحلي، خلينا نبقى جادين في كلامنا وواقعيين ومنطقيين. وتاني واحد يقول لك اذا اعلنا الحرب قبل القمه يبقى اعلنا الحرب. يعني هي الحكايه كده سهله قوي. اعلن الحرب، اجيب قوات، اعمل الكلام بقى بتاع الاستهلاك المحلي عشان الشعوب تسقف للقيادات، كلام فارغ. الوقت وقت جد، وقت منطق، وقت استعمال الحكمه. كيف نتصرف لانقاذ الوضع، مش كيف نتصرف عشان يسقفوا لنا. انا مش عاوزين تسقيف، احنا عاوزين نشوف نحل القضايا الموجوده. اللي بيتكلم على الحرب ما تقرصش من الحرب، مش عارف معنى الحرب، مش عارف الخراب اللي يجي على الحرب. كلمة الحرب دي كلمة مش بسيطة، واللي بيقولها يورينا شطارته. الموضوع ده موضوع لازم يبقى ندرس كويس. قرار الحرب ده قرار صعب جدا، ومش مفيش أي زعيم لوحده يقدر ياخد قرار أبدا، لازم يرجع لشعبه، لازم يعمل تقدير موقف كويس ويرضى عن الوضع.